فمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله يعزل أبا بكر ويرسل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فما هو الحكمة إخواني الأعزاء؟ إرسال أبي بكر أولا، بعد ذلك أزله بهذه الكلمات: جاءني جبريل ويقول إما أنت تؤدي أو رجل منك، ويقول لا يؤدي عني إلا أنا أو علي عليهما الصلاة والسلام وسلام الله على آلهما. ما هو الوجه؟ الوجه هو ذلك: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكيم، الله تبارك وتعالى حكيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤوف بالمؤمنين، الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم بالمؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هادي لجميع الأمة إلى يوم القيامة، الله تبارك وتعالى يريد هداية الناس إلى يوم القيامة. والله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمان إن أبا بكر يريد أي يتولى أمر الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كثير من الذين يزعمون أنه من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعده يعتقدون إن أبا بكر كان حقيقة وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يجعل حجة على الجميع، والله تبارك وتعالى يريد أن يبين للجميع آية بينة لا يكون لأي شخص أي جرأة على إنكارها، أي فرصة لإنكارها والإجحاد بها. وما هو هذا؟ إن أبا بكر يرسل لتبليغ سورة البراءة، بعد ذلك ينزل بأمر من الله. والعزل للرجال كالطلاق في النساء. إذا عزل أبو بكر بأمر من الله بأنه لا يليق قراءة آيات قصيرة في الموسم للكفار، فهو بطريق أولى لا يكون أمينا على الخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الحكمة، هو الآية البينة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. وهو الذي أول شخص عمل بهذا الدعاء المبارك وبهذه القاعدة العظيمة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن الأمة سوف تغدر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأول الغادرين هو أبو بكر، وثانيهما عمر، وبعد ذلك كثير منهم. ولأجل ذلك إنه اعتنق أمير المؤمنين عليه السلام وبكى كثيرا وقال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا بعدي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جيدا إنه وأنا أعطيتكم الأخبار، إخبار الله وإخبار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الخلافة بعده صلى الله عليه وآله وسلم سوف تخضب. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم إن الأمة سوف يظهرون العداوة مع أمير المؤمنين عليه السلام، وأمير المؤمنين عليه السلام يبقى وحيدا بلا ناصر. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصره قائلا: يا علي إني أكون في التراب ذلك الوقت، ويكون في العالم الآخرة، ما أقدر أن أجي وأصاعدك، وإنك نصرتني كثيرا يا أمير المؤمنين، وأنا أريد أن أناصرك للعقلاء من أمتي الذين يقرؤون سيرتي ويقرؤون أقوالي لكي لا يبقى أي عذر لأي أحد، ويتم الحجة على الجميع، وهو أنا أبطل خلافة أبي بكر إلى يوم القيامة إذا أنا عزلته بأمر من الله. إذا أنا عزلته بأمر من الله من قراءة القرآن يتلوه كل قارئ، إذا عزلته من قراءة القرآن للمشركين الله أكبر سبحان الله، إذا عزلته من قراءة القرآن للمشركين فهذا كل شخص يأتي في التاريخ يكون له أدنى عقل يعرف كيف هذا الرجل. إذا عزله الله من قراءة القرآن للمشركين كيف هو يقدر أن يكون أمينا على الشريعة وصيا لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا لا يمكن، وهذا يبقى أدل دليل على إبطال خلافة أبي بكر. هذا الوجه من الاستدلال تكلم به علماؤنا عبر التاريخ إخواني الأعزاء، والوجه ظاهر لا يحتاج أكثر من توضيح مما قدمت إليكم، والآن البراهين والأدلة والشواهد يقدم إليكم.
هذا كتاب سنن الترمذي. إخواني الأعزاء، لاحظوا جيدا ماذا يروي الترمذي في سننه. سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة، طبع دار الفكر، طبع في سنة 1429، دار الفكر بيروت لبنان. في هذا الكتاب صفحة 880 880 كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رقم الرواية 3101 عن أنس بن مالك: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببراءته مع أبي بكر ثم دعاه قال ارجع فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي. لا ينبغي لأحد، لا يجوز أن يقرأ هذه الآيات إلا رجل من أهلي. فدعا عليا عليه السلام فأعطاه إياه، فدعا سيد المسلمين أمير المؤمنين عليه السلام فأعطى الآيات إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. إن الجماعة الأمرية يدعون أن أبا بكر تولى إمامة المسلمين في الموسم، وهذا كذب. إن أبا بكر لم يكن أميرا على الحاج في الموسم، لم يكن أميرا على الحاج. أولا أقول لكم، لو ثبت أن أبا بكر أمير على الحاج في الموسم، أولا ذلك باطل، فإنه قبل هذا ليس فضيلة كبيرة. هذا كتاب عمدة القاري للعين. إخواني الأعزاء، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، الجزء 13، طبع دار الفكر، طبع في سنة 1426، دار الفكر بيروت لبنان. في هذا الكتاب صفحة 13 كتاب صفحة 13 أن أمير الحج عمرة الجعرانة إنما كان عتاب بن أسيد. عمرة الجعرانة ما هي؟ هي عمرة الجعرانة بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل بعد فتح مكة أرسلهم للعمرة، وهو عمرة الجعرانة بل عمرة الجعرانة. ففي هذا السنة هو عمرة الجعرانة قبل هذا الموسم، فكان أمير حجهم أسيد بن عتاب. فإذا كان فضل أن يكون لشخص فضل بالموسم على الحجاج، فقبل هذا ثابت لأسيد بن عتاب، ولا محل له من الفضل بين الصحابة، فهذا ليس مقام رفيع. العمدة هو عزل الله تبارك وتعالى أبا بكر عن تبليغ سورة البراءة. أما ما يدل على أن أبا بكر لم يكن أميرا للحاج هو هذا في سنن الترمذي وكثير من كتبهم، إن شاء الله إذا قرأنا الروايات والشواهد نثبت لكم ذلك. سنن الترمذي نفس الرواية: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه، فقال ثم دعاه يعني أمره بالرجوع، والأمر بالرجوع صريح إن أبا بكر رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعاه ولم يذهب إلى مكة، دعاه يعني أمره بالرجوع، دعاه معناه هذا. وإذا أبا بكر لم يسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب للحج، فهذا يكون أشنع وأقبح. رأيتم ذلك. ومن الذين رووا ذلك هو العلامة السيوطي في الدر المنثور بروايات عديدة. هذا كتاب تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، الجزء الرابع، طبع دار الفكر، طبع في سنة 1430، دار الفكر بيروت لبنان. بلي سورة التوبة، وهم وضعوا بسم الله، ليس بسم الله، هذا خطأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا بسم الله في سورة براءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وأبو الشيخ وابن مردويه عن علي رضي الله عنه سلام الله عليه لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا أبا بكر ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني فقال لي: أدرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه. ورجع أبو بكر
ورجع أبو بكر. رجع أبو بكر، أخذ الكتاب منه أمير المؤمنين عليه السلام ورجع أبو بكر. فأبو بكر لم يكن أميرا على الحاج، هذا صريح. فهذا ادعاء باطل بأن أبا بكر كان أميرا على الحاج. أبا بكر رجع، ورجع أبو بكر فقال يا رسول الله، فقال ماذا؟ يا رسول الله نزل في شيء. ويخاف أبو بكر، هل نزل في مذمة شيء من الله تبارك وتعالى؟ هذا إخواني الأعزاء سورة التوبة. من الذي يخاف أن ينزل عليه من الله تبارك وتعالى؟ سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. صدق الله العلي العظيم. إن أبا بكر يخاف أن تنزل عليه آية ينبئ بما فعل وبما صدر. هل أبو بكر يعلم أن الله ليس بكذاب وأن جبرائيل هو أمين وحي الله؟ إذا يعلم ذلك فلماذا يخاف؟ فلماذا يخاف إن لم يصدر منه نفاق؟ إذا لم يكن هو منافق لماذا هو يخاف؟ وهذا صريح. إن أبا بكر قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال هل نزل فيه شيء؟ صلى الله على محمد وآله محمد. لاحظوا ماذا كيف الرواية في السيوطي. الدر المنثور للسيوطي صفحة 122 الجزء الرابع. بلي دعا أبا بكر ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال لي أدرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه. ورجع أبو بكر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل في شيء؟ قال لا ولكن جبرائيل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. جاء جبرائيل من الله تبارك وتعالى قال لن، لا يستحق أبدا، ليس ممكن إلا تؤدي أنت أو رجل منك. فأبو بكر ليس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سلمان منا أهل البيت. بل سلمان منا أهل البيت. يقولون سمعنا بعضهم قالوا بل كيف يقول الشيعة إن لسلمان فضل على الناس وسلمان ليس من المهاجرين ولا من الأنصار، ليس من الأنصار وليس من المهاجرين، فكيف له فضل على باقي الصحابة؟ فنقول لهم هذا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خندق حينما كان يحفرون الخندق. المهاجرون كان لهم هم أن يحفروا والأنصار همهم أن يحفروا، وكلا الجماعتين أصبح بينهما نزاع. يقولون الأنصار سلمان منا ويقول المهاجرون سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان منا أهل البيت. فثبت إذا نحن فضلنا سلمان على المهاجرين والأنصار فهذا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحتاج أن يكون من المهاجرين. المهاجرين هم الذين يلتمسون أن يكون سلمان أحدهم، والأنصار هم الذين كانوا يلتمسون أن يكون سلمان أحدهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان منا أهل البيت. لاحظوا إخواني الأعزاء هذه الآية المباركة في القرآن الكريم في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. فمن تبعني فإنه مني. جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يؤدي إلا أنت أو رجل منك، فعزل أبا بكر لأنه ليس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن يقول فمن اتبعني فإنه مني. فماذا ثبت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عزل أبا بكر لأنه ليس منه، والقرآن يقول من يتبع الأنبياء فإنه من الأنبياء، فثبت إن أبا بكر لم يكن بتابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل في ذلك شك؟ استدلال قرآني واستدلال من كتبهم. بل لاحظوا تفسير الدر المنثور الجزء الرابع: أدرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه. ورجع أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزل في شيء يخاف أن الله أبدى نفاقه. قال: لا، ولكن جبرائيل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منه. واخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وأبو الشيخ وابن مردوي عن أنس: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، فدعا عليا فأعطاه إياه. فدعا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأعطاه إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هنالك النكتة إخواني الأعزاء: ادعى الجماعة الأمرية قالوا إن كان هناك رسم بين العرب بأنه إذا آحد شخص مع طوائف أو مع طائفة لا ينقض ذلك العهد إلا ذلك الشخص نفسه أو رجل من أهل بيته. فلأجل ذلك إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عزل أبا بكر عن ذلك. فلم يكن هنالك نقص في إيمان أبي بكر، ولم يكن هنالك زلة في مقام أبي بكر، فقد إنه لم يكن من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلأجل ذلك عزل وأرسل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مقامه. فهذا هو دليلهم بأنه لا يكون أي خدشة على أبي بكر. ليس إن الطعن واردا إن أبا بكر لا يليق بقراءة الآيات للمشركين أو شيء آخر، لا، لأن القضية هو العهد والمؤاحدة مع طوائف من المشركين، فالنقض لازم أن يكون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فنقول لهم هذا كذب، لأن من يكون أساس دينه ومذهبه على الافتراء وعلى نبذ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراء ظهورهم، فلا بعيد عنهم أن يفتروا افتراء بعد افتراء والكذب بعد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا نقول لهم أرونا ذلك هذا الرسم بين العرب، أين ذلك الرسم؟ نطالب منهم هذا التاريخ العرب أمامنا ورسومهم بل نقل في التاريخ، لم ينقل شيء هكذا. الرسول إما في تاريخ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما في تاريخ العرب. هذا أولا. ثانيا، إذا كان الرسم هكذا أن لا ينقذ الأحود إلا الرجل أو رجل من عشيرته ومن أهله، فلماذا خفي ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول مرة أرسل أبا بكر، لماذا جهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسوم العرب وهو من العرب، وهو من قريش، من أمجد العرب، من أخلص العرب، من أفضل العرب، من قمة العرب، أليس هكذا؟ وهو عاش بينهم، وهذا سنة 62 من عمره الشريف، عاش بين العرب 62 سنة ولم يعرف رسوم العرب. وإنكم عرفتم رسوم العرب. هذا من أعجب العجائب، من أعجب العجائب. ومن كيف جهل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر؟
لا يمكن أن يجهله رسول الله، لا يمكن أن يكون يجهل هذا الرسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أولا. ثانيا بل ثالثا، أولا أرونا ذلك الرسم في تاريخ العرب، لا يوجد أي رسم هكذا. ثالثا لو كان رسم هكذا لما خفي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جاء أن يعلم الناس الكتاب والحكمة وهو يجهل رسوم العرب، هذا يكون أقبح برسالته. ثالثا لماذا حينما رجع أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأله هل نزل في شيء؟ إذا كان أبو بكر عارفا برسوم العرب أول مرة لماذا راح؟ كان يكون عليه أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله أنا لا أذهب، لست من أهل بيتك، أرسل شخصا من أهل بيتك، عباس بن عبد المطلب، عبد الله بن عباس، أو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أو من أبناء عبد المطلب كثيرون. كان لعبد المطلب عليه السلام 10 أولاد، أبنائهم وأحفادهم كثيرون، أرسل هؤلاء، لماذا أنت ترسلني؟ كان أن يقول أبو بكر هكذا، أو كان على أبي بكر أن يقول بل أو سائر الناس كانوا يذكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ، لماذا ترسل هذا؟ بل أبا بكر وهو ليس من أهلك. والشيء الثاني، لماذا حينما رجع أبو بكر لماذا قال هل نزل في شيء؟ إذا كان الرسم هذا فهو أبو بكر كان عليه أن يعرف ولا يخاف أن الله نزل في حقه آيات، بل سورة كسورة الحجرات يفضحه للناس. فهذا واضح إخواني الأعزاء إن المسألة، أو هم يقولون هناك كان رسم بين العرب ينقذ العهد إلا الرجل بنفسه أو رجل من أهل بيته، هذا كذب وافتراء. بل القضية هو ما بينا لكم، هو عزل أبي بكر بتفضيح أبي بكر بأنه لا يليق حتى أن يخاطب المشركين، فضلا أن يخاطب المسلمين بتعليمهم معالم دينهم. فهذا هو. بل إخواني الأعزاء بقي البيان ناقصا، وهنالك كثير من الأدلة والشواهد لم نقرأها عليكم، إن شاء الله غدا نكملها ونبينها لكم. فأنا الآن أجيب على اتصالاتكم بالهواتف.